ازيكم يا جماعه. طبعا انتوا عارفين ان احنا كنا في قناه شاي بلبن، بس احنا دلوقتي عملنا قناه جديده، بدايه جديده، كل حاجه جديده. بس انتوا يمكن مش عارفيننا. انا اسماعيل وانا سهل اجدع ناس، والنهارده يا جماعه جايين نقول لكم احنا ليه اصلا عملنا قناه جديده. لان هو الموضوع بصراحه مش سهل وخدنا فيه تفكير طويل قوي. يعني احنا بقالنا حوالي 2 سنين بنفكر في نفس الفكره دي. بس اخيرا خدنا القرار ده امبارح وقررنا ان احنا نعمل قناه جديده. ليه بقى عملنا قناه جديده؟ علشان التشانل القديمة الناس كانت منتظرة منا حاجة احنا مش هنعملها. عشان عيب يعني اللي هي التحديات. مش عارفين، احنا حسينا ان احنا يعني كبرنا عقلنا. انت لسه صغنونه. ميرسي. انا حسيت ان انا كبرت. هي الفكره ايه؟ هي الفكره ان انا اللي انا معترف بيه، اللي مقتنع بيه، ان كل فتره من حياه كل واحد فينا بيبقى ليه اهتمامات مختلفه عن زمان. حلو كده، اي واحد مننا كده، انتوا كده واحنا كده. فهي الفكره ان احنا دلوقتي اهتماماتنا بقت اهتمامات مختلفه عن الاهتمامات بتاعت زمان. احنا زمان كنا بنطلع ونهزر ونكت ومش عارف ايه، لكن حاليا دلوقتي هنعمل حاجات طبعا هزار، يعني ما بنعرفش نبطل هزار. بس الفكرة ان هتكون حاجات ان احنا حابينها واللي انتوا فعلا هتحبوها ان شاء الله. مش غصب، بس لا ان شاء الله هتحبوها. بس هي الفكرة في القناة الجديدة دي الصعب فيها انها محتاجة دعمكم قوي 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 بصراحة، لان كمان التشانل التانية ما كانش فيها اي ريتش. يعني ما يعني انا ما اعرفش يعني احنا كنا 300 حاجة و90 الف مشترك يعني. الفيوز كانت لو جابت 1000 مثلا بعد اسبوع كده حاجة جامدة جدا. فهو الموضوع محبط قوي ان احنا كنا بنتعب قوي في الفيديوز وفي المونتاج وفي تحضيرها وتصويرها ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر ما بتتشافش، والفلوس بتاعت اليوتيوب بصراحة يعني اي كلام. فقلنا مش مهم، يعني احنا ما كناش بيجيلنا الطاقة والحماس ان احنا نقوم نصور بصراحة. فهي البداية الجديدة دي هي اللي ان شاء الله تخلينا نتحرك، وبدعمكم في الكومنتس، في الاشتراكات، ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ده اهم حاجة، لان اليوتيوب بقى حقير، ما بقاش يبعت. انا عمال ببص للميكروفون ده كله، مش ببص للكاميرا دي. ماشي عشان فلاح. ان اليوتيوب بقى حقير، ما بقاش يريكومند الفيديو ولا يبعت نوتيفيكيشن للناس المشتركين. انت عندك 390 الف مشترك، ابعت لهم يا عم في ايه؟ ما الراجل اشترك عندي ولا الست اشتركت عندي، ما تبعت له. فما كانش بيبعت نوتيفيكيشنز غير بيختار كده شويه حبه صغيرين وبعت لهم. بغض النظر يعني عن الاسباب التقنيه ورا الموضوع ده، بس هو لو انت مفعل الجرس بقى فان شاء الله الفيديو هيوصل. بس احنا كنا شفنا فيديوهات او حد كان قال لنا، مش فاكره، ان التشانل ممكن تموت، فخلاص كده اليوتيوب ان بيحصل حاجه كده للتشانل، انا مش فاكر اسمها ايه، بس خلاص بتجيب سقفها ومش هتكبر عن كده. ممكن يكون بسبب قله الفيديوز اللي كانت بتنزل، ان كان في فتره بوز كده كبيره، في فتره وقفنا فيها ما عملناش فيها اي حاجه. ممكن يكون اهتمامات برضو الناس اللي بتتفرج عليها مختلفه، يعني كانوا صغيرين اصلا لما عملوا لنا والله بجد. يعني احنا بدأنا امتى؟ احنا بدأنا في 2019 ده. لو واحد مثلا عنده، احنا معظم الناس اللي كانوا عندنا عندهم 13 مثلا، ماشي، لو واحد عنده 13 سنة في 2019 فهو دلوقتي بقى عنده كام؟ دخل على 20 سنة. كبر خلاص بقى، طلع له شنب، صوته تخين، فقال لك ايه بقى الناس دي اللي احنا كنا بنتفرج عليهم دول وبتاع. فاحنا دلوقتي بصراحة بنكلم الناس اللي هي فعلا بيحبونا، عايزين يتابعونا، اللي مستنيين مننا الحاجات اللي هي هتبقى على طول، مش هنوقف. عايزين نقول لكم برضو على الجروب بتاع تليجرام ناويين نعمله او عملناه اصلا، يعني هينزل لكم في الديسكريبشن بوكس هنا. اشرح لهم بقى موضوع تليجرام. الجروب ده احنا هنكون معاكم فيه، هنتكلم مع بعض في اي وقت. لو في حد عايز يقول مشكلة يقولها لنا، لو في حد عنده اقتراح يقوله، لو في حد وهنبقى بنتكلم عليه على طول. يعني هتبقى اي حد عايز يشترك واي حد عايز يكلمنا في اي وقت هيخش يتكلم في اي وقت. خلي ده معاك، اجيب بيمبو بس يسلم علينا. فاكرين بقى بيمبو ده خس اهو بقى حلو، وبرضه بيقول لكم اعملوا سبسكرايب ولازم تفعلوا زر الجرس. وهنقدم ايه بقى في التشانل الجديده دي؟ هنعمل اللي هي قاعده على الكنبه، هنقعد نتكلم في مشاكل، مواضيع عامه في الحياه، بس حاجات كلها مثيره للجدل. يعني بصراحه احنا هنختار مواضيع شائكه نتكلم فيها عن راينا فيها،
ونحاول ناخد رايكم برضو فيها. واشطر عكوك طبعا معانا، اشطر عكوك لان الناس كلها حبته واحنا بنحبه. وان ده انا شايف ان هو احسن اختراع عملناه من ساعه ما بدانا في 2019. اشطر عكوك هو يعني فكره عبقريه بصراحه، مش هينفع نوقف. وممكن نعمل وصفات اكل، وصفات جديده، وصفات احنا عايزين نخترعها، وصفات حد عملها وعايزين نجربها. وكمان السلسله الجديده اللي اتظلمت جدا ونزلنا منها حلقتين ومحدش شافها، بتاعه التحقيقات. اتظلمت قوي، ظلمت. هي الفكره ايه بقى في موضوع التحقيقات ده؟ في لعبه بتتباع هنا، شفتها بتتباع على امازون، عباره عن تحقيقات. انت بتشتري الملف ده ملف القضيه، وملف القضيه ده هي اسمها unsolved cases، اللي هي قضايا لم تحل. الفكره فيها ان هو بيبعت لك المحاضر وبيبعت لك الصور بتاعه المشتبه فيهم والضحيه، وبيشرح لك ملابسات الحادث والمحاضر والاقوال والمكالمات التليفونيه اللي حصلت امتى والريكورد بتاع كل حاجه. حل بقى القضيه معلم. هي مشكلتها ان هي كانت مكلفه قوي، كانت غاليه قوي، وكانت بتتلعب مره واحده وكانت بالانجليزي. فاللي احنا بنحاول نعمله في برنامج التحقيقات بتاعنا ده ان هو يكون قضايا مصريه عربيه. هي غالبا يعني بنكون عاملينها بالذكاء الاصطناعي، عشان انا وسام ما نكونش عارفين ايه هو الحل بتاعها، وبعدين في الاخر بنسال الذكاء الاصطناعي ايه هو الحل يا عم فؤاد، فيقول لنا الحل بتاعها. ونشوف احنا كنا صح ولا غلط. الفكره حلوه قوي برضو، وحرام انها تتحرق، وحرام انها بتتشافش، لانها بصراحه بنتعب فيها قوي في تحضير القضيه وطباعه القضيه، وان احنا بنكريت بنعمل الصور بتاعه الضحايا، وده كله برضو بالذكاء الاصطناعي، وبعدين في الاخر نصور. المونتاج بتاعها متعب جدا، فحرام ما تتشافش. كنت مستنياك تقول المونتاج. لا عيب عليكي، انا مقدر مجهودك، وبصراحه سواء كانت عامله فيها شغل حلو قوي. ف بدعمكم هنقدر ان شاء الله ان احنا نكبر القناه دي من الاول خالص. بس لازم تفعلوا الجرس، عمال اقول لكم اهو لازم تفعلوا الجرس. حاجه مش فاكر احنا اتكلمنا عن التليجرام، بس عايز اقول لكم ان احنا كمان في التليجرام ده انتوا هتقدروا تتكلموا معانا، وهنقدر نعرف منكم ايه اللي عاجبكم، ايه اللي مش عاجبكم، ايه اللي ممكن نضيفه، الاقتراحات الجديده، فيديو عايزين نجربه، وصفه عايزين نجربها، افكار جديده لاشطر عكوك، وهنقدر نتناقش مع بعض فيها. فاللينك بتاع التليجرام موجود في الديسكريبشن بوكس، خش عليه، سلم علينا، هنسلم عليك وهنستناكم. ممكن اقول طبعا والله انا فخور بنفسي وعمال برغي كده وما بقفش. يعني الحلقه دي مش محتاجه مونتاج. المهم يا جماعه، احنا عايزين التشانل الجديده دي تبقى فعلا زي بيتنا كلنا. مش كليشيه يعني، بجد مش كليشيه بجد. عايزين فعلا نبقى فيها عيله، واصواتنا توصل لبعض بسهوله، ويا ريت تدعمونا في التشانل الجديده دي. وشكرا لكم، مع السلامه.